السلام عليكم. تكملة في سلسلة تجربتي مع البكالوريا وكما طلبتم مني، اليوم أتكلم عن مواد الحفظ الإسلامية، الاجتماعيات والفلسفة. راح نتكلم عليهم اليوم بإذن الله. هذه المواد تاع الحفظ يجب أن تكون فاهما قبل الحفظ، يعني إذا ما كنتش فاهم غير ماك لا تحفظ. هذه أول حاجة نتفقوا عليها في الأول. ثانيا، هذه المواد يعني قريتها ولا نقولوا حفظت حوالي شهرين الأخرين. هذه هي. بالنسبة للاجتماعيات كنت أتابع أستاذ بورنر، كلكم تعرفونه، من قناة في اليوتيوب، وكذلك من كتابه. يعني إذا ما كنتش نفهم الدرس في الكتاب تاعو روح نفهم في اليوتيوب، لأنه شرح كل الدروس في اليوتيوب. كنت أول شيء أفهم الدرس. أنا يعني كنت منذ بداية العام أفهم الدرس في قسم لكن بدون حفظ. يعني لما أفهم الدرس جيدا نروح نحفظ العناوين الرئيسية، مثلا انعكاسات الحرب نحفظ 5 مطات 6 مطات. كي نقول لك الحفظ مش الحفظ هذاك عن ظهر، يعني حرف بحرف، لا. حفظ مثلا الانعكاسات هو أنه تدهور الوضعية الاقتصادية، والله مثلا انهيار الميزان الاقتصادي مثلا. بالنسبة هذو الدروس كنت نقراهم الصباح، 3 دروس، درسين في الصباح. العشية كنت ندير شخصيات ومصطلحات. المصطلحات كاين يعني هناك تشابه بين شخصيات والمصطلحات أكيد. كنت نفهم أولا كما قلنا، وثم نحفظ مثلا الكلمات الرئيسية تاع هذاك المصطلح. زيد يعني نروحوا الآن الإسلامية كنت عند الأستاذ أبو سعدي، ما عنده كتاب تاعها ثاني. يعني كنت نفهم الدروس أولا كما قلنا، ونروح نحفظ العناوين والتعريفات الرئيسية. أكيد مثلا في وسائل تثبيت العقيدة كاين العنوان الرئيسي، مثلا هذاك العنوان تاع وسيلة تثبيت العقيدة. وكاين هذوك الشروحات، انتم الشروحات هذوك استغناو عنهم، فهموهم برك لأنه مش حطلبهم عليكم. وكل ما خلص فهم الدرس وحفظ الدرس ولا به بالعناوين تاعو وروح طبق مباشرة في البكالوريا، خاصة الدروس الأولى. روحوا الآن الفلسفة. شوفوا لازم تروحوا الفلسفة وانتم ماكش عارفين المنهجية الأربع، لأنه الآن مازال عندكم الوقت باش تحفظوا المنهجية الأربع والطريقة تاعها. وبالتالي كي تحفظ المنهجية كيف تندار هذيك المقالة، سواء بالجدل ولا استقصاء بالوضع ولا تحليل نص، لازم تعرف المنهجية قبل ما تروح المقالة. كي تعرف المنهجية تروح المقالة تاعك تفهمها وتحفظ الأقوال تاعها. وإذا كنت ماكش لاحق على الوقت باش تحفظ كل المقالات تروح بالمرشحين. هي تعتبر مخاطرة، ولكن المخاطرة أفضل من لا شيء. يعني تروح ب4 مقالات ولا 5 مقالات خير ما تروح بلا ما أي مقالة. بعد ما تعرف المنهجية الأربع روح بالمقالات المرشحين. إذا حبيت تريسكي واحفظ المقالات هذوك بالمنهجية اللي تساعدك، لأنه قادر مثلا تحفظ مقالة تاع علم النفس بالجدل أعطيك لك تحليل النص، تسمى المقالة اللي تتمكن فيها واللي تشوف روحك عارف الأقوال تاعها بزاف، هذه كي تصدم بها في البكالوريا. وأنا أنصح بالطريقة الجدلية، يعني سهلة والأساتذة قاع يبوها، أمام التلاميذ تجيهم سهلة. هذه هي كانت تجربة مع الإسلامية، مع الاجتماعيات، مع الفلسفة. إذا كانت هناك أي أسئلة أو أي غموض خليه لي في التعليقات وراح نجاوب عليه إن شاء الله. وبالتوفيق والصحة في طرق.